كلمتين في سرك. الشعب المصري ده فرعون. اصل رغم ان المماليك في مصر كانوا خاربينها ومخليينها فاضيه، لا فيها سلاح ولا جيش ولا غيره، من كتر ما كانوا بيحاربوا بعض، برضه نابليون وجيشه لما جم يدخلوها اتعذبوا احلى عذاب. لقوا الاسكندرانيه مع الحاكم بتاعهم محمد قري مستنيهم بالحلل والنبابيت، وعملوا معاهم الواجب. بس للاسف دخلت الحمله غصب عنهم واتقتل قري. ولما وصلت الحمله شبرخيت كانوا المماليك صحيوا منهم ومستنيين الحمله مع مراد بيه. وللأسف تاني انهزم المماليك وهرب مراد بيه. وأول ما وصلت الحملة امبابة خد إبراهيم والوالي العثماني ديلهم في أسنانهم ومحدش شافهم. هم فعلا موتوا الحملة بس من الضحك. المهم في السكة كده حربت الحملة أسطول إنجلترا في أبو قير، بس غرق أسطول فرنسا واتحرم نابليون من مساعدات بلده ليه. فقال لو على كده حلو وكمل الصعيد عشان يقطع المماليك اللي هربوا منه. ولما وصل لقى مراد بيك مستنيه تالت مرة. قال له انت بتتعبش، تعال اديك الصعيد تحكمها ونبطلوا حرب. قال له على رقبتي، وفضل يحارب مع اهل الصعيد. وفي الوقت نفسه كان الازهر في القاهرة بيعمل ثورة في شهر اكتوبر واتقتل فيها الحاكم الفرنسي دي بوي. اصل احنا ما يحكمناش غير مصر، لا مؤاخذة. وفي يوم كانت باقي الشلة روسيا وانجلترا ومعاهم الدولة العثمانية قاعدين في السلطان ايوب بيرتبوا سوا هيخلصوا على الحملة دي ازاي. فقالت الدولة العثمانية اسمحوا لي انا بالطلعة دي، وقامت بعد حملتين، واحدة للشام وواحدة لاسكندرية. ولما عرف نابليون قام جري يلحق اللي جاي له من الشام، واول ما وصل عكا ظبطته اهلها وقوموه لاخر نفس فيهم مع الحاكم بتاعهم احمد باشا الجزار. ولما زهق منهم رجع للقاهرة ولسه بياخد بق من كوباية الشاي قالوا له الحق. قال لهم يا ريتني ما جيت مصر. وطلع جري على ابو قير عشان يلحق الحمله الثانيه، بس المره دي الراجل الصراحه هزم. وبعدها قال لك انا ارجع بلدي احسن، هي اولى بيا، اقف جنبها في محنتها. وسنه 1799 هرب بيبو في السر كده وسلم الليله لكليبر. وبينه وبينك كليبر كان عارف اللي فيها، الحمله دي ملهاش قعد في مصر، ده الجنود خلصانين من كتر الحروب، والدولة العثمانية عمالة تبعت في حملة ورا التانية، والمصريين كل ما يلاقوا فرنسي يمسكوه يظبطوه. فعرض على الدولة العثمانية مع انجلترا، قال لهم على فكرة ممكن اسيب مصر بس على حسابكم. وتعرف الاتفاق ده بمعاهدة العريش سنة 1800. قالت له انجلترا لا انت هتستسلم. قال لا طب والله لحارب الدولة العثمانية، وراح طاردها للشام. وقتها استغل المصريين الوضع وقال لك يلا ثورة، وعملوا ثورة القاهرة الثانية. فراح الفرنسيين لمراد بيك تاني وقالوا له خد الصعيد واسكت. قال لهم ماشي، ما كان من اول يا عم. المهم ولما اتقتل كليبر جه وراه مينو اللي خياله كان واسع، لانه كان بيحلم يحول مصر لحته من فرنسا، ولسه بيحلم. قالوا له الحمله ماشيه من مصر. وخرجت الحمله الفرنسيه من مصر في 18 سبتمبر سنه 1801 بعد ما تحالف الانجليز مع المماليك والعثمانيين ضد الحمله، عشان تبدا الحكايه اللي هتغير شكل مصر 100 سنه قدام. تفتكر انت مين بطل الحكايه دي؟ قول لي في الكومنتات واستنى الحدوته الجايه. سلام.